بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. عملنا طبق حط عليه حبة كده حاجة خضرة. عملنا طبق الفول بالرز والبيض والبطاطس، وعملنا جنبه البدنجان المخلل. حلو قوي، فيديو جميل. يلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي. يلا يا حبايبي، تحفة 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 تحفة. حط له حبة خضرة كده يزهر الطبق بالجمال والحلاوة دي، وبألف هنا حبايبي. يلا بينا نشوف احنا عملنا الطبق الجميل ده ازاي. يلا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده يا حبايبي انا هعمل الفول الاخضر. الفول الاخضر جميل بالطريقة دي، نستغله اليومين دول بنعمله اكلات كتيرة على رز. هعمل الفول على الرز. حطيت الاول بصلة هي بقى، اقلبها بس تصفر كده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعضنا في الفول على الرز بالطريقه الحلوه دي. بس تاخد بس تطلع السكر بتاعها، وهنبدا نحط عليها الفول ونقلب. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنعمل كده البصله بس تاخد اللون كده، لون حلو صغير ذهبي كده، عشان مش عايزينها برضو محروقه. وهنحط عليها كده الفول بالطريقه دي. هنعمل الفول على الرز كده حبايبي، ونتابع التعليمات هنشوف هنعمل ايه مع بعضين. هنحط له ايه لسه، وهنعمل له ايه بالطريقه الحلوه دي. اللهم بارك، زي السكر كده. هنغطيه لحد الفول ما يدبل شويه، وبعد كده نشوف هنحط عليه ايه. تمام، هنستنى لما الفول يدبل شويه ونشوف هنعمل ايه يا حبايبي. الفول خد تشويحه حلوه كده، وبعد كده هنحط عليه جزرية مبشورة بالطريقة دي. جزرية مبشورة كده بتدي طعم حلو وبتدي لون حلو للرز، زي الرز اللي بيتعمل بالبسلة والجزر. يبقى كده، بس ده فول اخضر بقى كده. كده بقى هنغسل الرز ونضيفه عليه، بس بعد ما يتشوح برضو شوية مع الجزر. تشويحة حلوة مع الجزر ومع البصل. كده تشويحة حلوة مع الجزر ومع البصل. وكده غسلنا الرز، رز مصري الحباية العريضة الحلو. وهنا الفول، رز على طول ده بيبقى تحفة يا جماعة، وأكل حرش قبل رمضان كده، لأن رمضان كله الحوم. فاحنا بناكل اليومين دول أكل حرش كده قبل رمضان علشان ما نزهقش. نحط شوية ملح ونقلب. هنحط حاجة بسيطة برضه من الفلفل الأسود، واحنا حطينا شوية ملح كده بكمون، طلع ريحة جميلة. كده ما شاء الله، اللهم بارك. تشويحة حلوة قوي كده بالفول والجزر والبصل. وكده هنحط له ايه، الرز. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الطريقة الحلوة دي هتاكلوا احلى رز بالفول. جنبه بقى بطاطس محمرة، جنبه بيض مسلوق، جنب بانيه، جنب اي حاجة عايزة تعملها جنب. اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله يا محمد. يا حبايبي كده قلبنا الرز لما يشوح جامد في السمنة واللي احنا حاطينها، وكده هنحط له المية بقى. بسم الله الرحمن الرحيم.
حبيبي هنشوف الرز على الفول كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بدأ يتشرب المية بتاعته اهو. هتاكلوا احلى رز بالفول الاخضر كده. هنحط له حاجه بسيطه كده من الكزبره الخضراء، حاجه بسيطه كده من الكزبره الخضراء. الطريقه الحلوه دي يبقى رز جميل جدا بالخضار، الفول الاخضر والكزبره الخضراء والجزر والبصل، تحفه. نغطي عليه بقى ويتشرب ميه ونوطي عليه اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، الرز خلاص اتشرب وحلو وجميل كده. طفيت عليه ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. الدخان بس بيطلع على الكاميرا اهو. طفيت عليه خلاص النار وهسيبه يتلدن. عملت جنبه يا جماعه بطاطس مسلوقه وبيض، وهنعمل كمان بدنجان مخلل. هنعمل بدنجان مخلل، يبقى الاكل الشعبي ده تحفه وزي السكر اهو. حطيت البطاطس في الباقي يتسلقوا وهنحمرهم برده، وهنسلق البدنجان ونعمله مخلل. يلا خليكم معايا على مسلق البدنجان ونحمر البطاطس والبيض. يا حبايبي انا كده سلقت البدنجان وعملت له الخلطه دي هريسه على فلفل اخضر على ليمون على كمون، ولخبطتها في الكبه على توم. وهنعمل بدنجان كده، هنحشيه كده بالطريقه الحلوه دي. البدنجان ده يا جماعه ممكن يقعد معاكي اسبوع في التلاجة بالطريقه الحلوه دي. هنحشي كله كده ونرجع لكم. بدنجان بالطريقه دي يا جماعه تاكلي احلى بدنجان. هنحشيه كله وارجع لكم اهو يا حبايبي. انا كده حشيت البدنجان ما شاء الله كده يقعد معاكي اسبوع في التلاجة. طبعا زي ما قلت لكم الحشوه فلفل اخضر هريسه اللي عاملاها معاكم في القناه، توم كمون ليمون، وضربتها كلها في الكب. دي اللي حشيت بها البدنجان يا جماعه. تحفه 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 وبالف هنا يا حبايبي. يلا بقى نغرف ونشوف الرز بالفول عامل ايه اهو يا حبايبي. وده الشكل النهائي لطبق الفول بالبيض بالبطاطس، وعملنا جنبه البدنجان المخلل بالطريقه الحلوه دي. وبالف هنا يا حبايبي. اللي يعجبه الفيديو يحطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصلوا كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بمشيئه الله. مع الف سلامه.